سنة 1945 الحرب خلصت والنازية وقعت رسميا وهتلر نفسه اختفى من الصورة، بس رغم ان المدافع سكتت والعالم مرتاحش لان في قوتين طلعوا من الحرب دي وشهم للكاميرا، امريكا بزعامة روزفلت وبعده هاري ترومان، والاتحاد السوفيتي بقيادة جوزيف ستالين. الاتنين شايفين نفسهم ان هم الابطال الحقيقيين. امريكا بتقول احنا انقذنا العالم بالحرية، والسوفيت بيردوا احنا اللي سحقنا النازية مش انتوا. وبدل ما يتصالحوا دخلوا في صراع جديد ما يسمى الحرب الباردة. الحرب دي ما كانتش فيها جيوش بتواجه بعض، كانت حرب نفوذ، حرب افكار، حرب استعراض قوة. امريكا عندها النظام الرأسمالي والديمقراطية، السوفيت عندهم الشيوعية والاتحاد الحديدي. كل طرف بيحاول يثبت ان هو النموذج الافضل، بس بصراحة الاتنين كانوا بيستعرضوا قوتهم اكتر من اي حاجة. بعد القنبلتين بتوع هيروشيما وناجازاكي امريكا بقت اول دولة نووية في التاريخ، لكن السوفيت ما سكتوش. ويسكتوا ازاي؟ وبعد 4 سنين بس فجروا اول قنبله ذريه ليهم، وساعتها بدا اللي اسمه سباق التسلح النووي. كل طرف عايز يعمل سلاح اقوى من التاني، لدرجه انك تحس انهم بيقولوا لبعض مين فينا يقدر يمسح الكوكب الاول. مع وصول نيكيتا خروتشوف للحكم في موسكو قرر السوفيت يوروا للعالم ان هم مش التانيين في السباق ده. سنه 1961 فجروا اضخم قنبله في تاريخ البشريه، تسار بومبا. القنبله دي كانت مجنونه بكل المقاييس، قوتها اكتر من 3000 مره من قنبله هيروشيما. النور بتاعها اتشاف من مسافه 1000 كيلومتر، والسحابه وصلت للغلاف الجوي. العالم كله اتجمد والكل فهم ان اللعب خلص. الزرار النووي بقى اقرب من اي وقت، والحرب البارده بقت فعلا باردانه في الكلام بس سخنه في الافعال. علشان الروس يقولوا ميبي كازالي ميروسيلي سافيتسي كافوسيوز، لقد اظهرنا للعالم قوه الاتحاد السوفيتي. بس للامانه العلميه هم شالوا اليورانيوم من القنبله وحطوا فيها رصاص. لو كانوا ضافوا اليورانيوم للقنبله دي ايه اللي كان هيحصل؟ بقت قادره تمسح نص قاره بحالها، وتمسحك بالتكييف بتاعك اللي انت فرحان لي بيه. من بعدها العالم اتقسم نصين، دول مع امريكا ودول مع السوفيت. كل طرف عامل نفسه حامي العالم، بس الحقيقه ان الكوكب كله كان عايش في خوف. طب الحرب خلصت؟ لا، دي كانت مجرد البدايه. لو وصلت لحد هنا يبقى انت فاهم ان التاريخ مش حكايات قديمه، ده مسلسل طويل ولسه حلقاته شغاله. فدوس لايك وسبسكرايب، ولو انت على الفيس تابعني عشان تعرف اللي وراك واللي قدامك.